طبعًا الناس كلّها بتتكلّم دلوقتي على موضوع مؤمن زكريا والعمل اللي اتعمل لمؤمن زكريا بعد ما أحد الترابية اللي موجود في أحد المناطق قال إن هو وجد عمل على شكل صورة وعمل سفلي معمول للاعب مؤمن زكريا بصورة ليه ومكتوب عليها مرض ويعني عمل من الأول والآخر. بعد الكشف والناس بدأت تدور طب المكان فين والقبر ده بتاع مين أو المدفن ده بتاع مين، اكتشفوا إنه هو مدفن مجدي عبد الغني. طبعا سرعان ما كابتن مجدي عبد الغني طلع وقال انا بتعامل مع مؤمن زكريا زي ابني، هعمل له عمل ليه؟ وبعدين المدفن ده احنا ما استخدمناهوش بقالنا 40 سنة. انا حتى والدتي يعني ده مدفن جده، وان والدته حتى لما اتوفت دفنها في المدفن بتاعه في القاهرة، وان هو ما يعرفش حاجة، وان هو هيبدأ ان هو يمشي في الاجراءات القانونية ويتخذ الاجراءات القانونية مع كل اللي اتكلم عن الموضوع ده. حتى النور قفل بمجرد ما اتكلمنا عن الاعمال والكلام ده كله. اعملوا شير ومستني تعليقاتكم وتقولوا ايه رأيكم في الموضوع ده. هل انت تتفق مع الكلام ده ولا لا؟ سلام.